دوري أبطال أوروبا دور الثمانية، دوري أبطال آسيا دور ربع النهائي أحمد حجازي مع الاتحاد السعودي، الدوري الفرنسي مصطفى محمد مع نانت الفرنسي، والدوري المصري سواء الماتشات اللي هتتلعب النهارده أو مباريات غدا إن شاء الله. الأهلي والبنك الأهلي والزمالك والجونة غدا الساعة 9:30. وطبعا هتكلم على التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في نهاية الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا وكالعادة قبل ما ابدأ معاكم الحلقة ما تنسونيش باللايك، عايز اوصل لاكبر عدد من اللايكات والاشتراك في القناة، ده طبعا ده شيء اساسي، عايز اجمع 1000 مشترك. هخش معاكم في الاول على دوري ابطال اوروبا، وارسنال الانجليزي وبورتو البرتغالي. ماتش الذهاب خلص لمصلحة بورتو البرتغالي على ارضها 1-0. وطبعا ماتش الاياب على ارض ارسنال، وانا بتوقع ان ارسنال هتفوز على بورتو بسكور مش 1 ولا 2 بسكور. وطبعا الماتش الثاني برشلونة الاسباني ونابولي الايطالي. ماتش الذهاب خلص 1-1 على ارض نابولي، وطبعا ماتش الاياب على ارض برشلونة، ولكن نابولي فريق كبير وبرشلونة ما عادش الفريق المرعب اللي زي زمان اللي على ارض وسط جمهور ويفوز على اي فريق. يعني ممكن نابولي يفوز على برشلونة عادي خالص. نخش بقى على دوري ابطال اسيا، الاتحاد السعودي والهلال السعودي. وطبعا الاتحاد السعودي اللي بيضم في صفوفه احمد حجازي. طبعا ماتش الذهاب خلص 2-0 لمصلحة الهلال على ارض الهلال، وماتش العودة غدا برضك ان شاء الله على ارض الاتحاد، وانا برضك بتوقع فوز الهلال على ارض الاتحاد، لان يا جماعة فريق الهلال فريق قوي، وهو يعتبر اقوى فريق في الدوري السعودي. نخش بقى على الدوري الفرنسي والدوري الفرنسي ومصطفى محمد مع نانت الفرنسي. نانت الفرنسي كان بيلعب مباراة مع مارسيليا الفرنسي، ومارسيليا قدر يفوز على نانت الفرنسي بنتيجة 2-0. ومصطفى محمد نزل من بداية الشوط الثاني. نادي نانت الفرنسي في المركز 16 من أصل 18 فريق، عنده من النقاط 25 نقطة، وفريق نانت الفرنسي مهدد للهبوط. نخش بقى على نادي الزمالك اللي هيلعب مباراة غدا إن شاء الله مع نادي الجونة، المباراة اللي هتتلعب الساعة 9:30. نادي الزمالك لعب 10 مباريات وعنده من الرصيد 15 نقطة، ولو فاز بكرة هيطلع مركزين لقدام، لأن الزمالك عنده 15 نقطة وفي فرقتين عندهم 16. يعني لو الزمالك فاز هيعديهم بمركزين، والفرقتين اللي قدام نادي الزمالك لاعبين الماتشات كلها المتأجلة، يعني ما عادش لهم ماتشات مؤجلة خالص، بعكس نادي الزمالك لعب 10 مباريات بس وفاضل له لسه 5 ماتشات مؤجلة. نخش بقى على النادي الأهلي المارد الأحمر. النادي الأهلي لعب 7 مباريات بس وعنده 17 نقطة في المركز العاشر. المتصدر نادي إنبي عنده 26 نقطة، لو الأهلي فاز هيبقى عنده 20 نقطة، هيبقى الفرق بين الأهلي وإنبي 6 نقط بس، والأهلي هيكون لعب 8 ماتشات وفاضله لسه 7 ماتشات مؤجلة. يعني لو الأهلي فاز ب7 ماتشات المؤجلة هينفرد بالصدارة لوحده خالص. طبعا بقى نروح على التشكيل المتوقع للنادي الأهلي. في حراسة المرمى مصطفى شوبير، 2 خط دفاع، في اليمين رامي ربيعة، وفي الشمال محمد عبد المنعم، وظهيرين محمد عبد المنعم وعمر كمال عبد الواحد. في مفاجأة طبعا، مارسيل كولر هيلعب عمر كمال عبد الواحد على حساب علي معلول، عايز يريح علول، طبعا هيلعب بعمر كمال عبد الواحد. وكمان ثلاثي خط الوسط مروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور، وثلاثي هجومي بيرسي تاو ناحية اليمين وحسين الشحات ناحية الشمال،
واتنين في الهجوم كهربا، او موديست هيلاعب اي واحد فيهم. انا لو مكانه هيلاعب كهربا، بس انا مش عارف هيبدأ مين بصراحة. كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي، طبعا عايزه يفوز عشان خاطر يوصل للنقطة 20. طبعا هيكون لسه فاضل للاهلي 7 ماتشات مؤجلة، وهيكون فاضل له بين النادي انبي المتصدر 6 نقط بس. ان شاء الله الاهلي يفوز في المباراة ديت، ويفوز باذن الله في الماتشات المؤجلة، وينفضل بالصدارة بعيدا عن اي حد وراه خالص. وبكده يا جماعة أكون خلصت معاكم نهاية فيديو النهاردة. أنا طبعا قبل ما أقفل معاكم مستني الدعم من إخواتي الأهلاوية، عايزكم يعملوا لي لايك على الفيديو ده، عايز أوصل لأكبر عدد من اللايكات، وطبعا الاشتراك في القناة يا جماعة. انتوا مش عارف يعني بعد إذنكم يا جماعة، يعني أي حد يكون بيشاهد الفيديو بتاعي أو القناة بتاعتي يا ريت يعمل اشتراك في القناة. عايز أوصل ل1000 مشترك. أنا مستني الدعم من إخواتي الأهلاوية بالذات، عايز أجمع 1000 مشترك. تمام. وطبعا اللايك لازم تعمله، عشان خاطر اللايك هو اللي يرفع الفيديو، بيخلي شركة اليوتيوب تنشر الفيديو بتاعي عندها على اليوتيوب. والسلام. ختام.